السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم نشوى. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم كيكه زي ما الكتاب بيقول بالظبط، اسفنجيه خفيفه، هشه، بيضه جدا، مش غامقه ولا حاجه للناس اللي بتشتكي ان الكيكه بيكون لونها غامق. تابعوا الفيديو معايا للاخر ويا رب ينول اعجابكم، وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايتين من الدقيق وكوبايتين من السكر. لو انت بتحب السكر قليل ممكن تخليه كوبايه ونص. كوباية إلا ربع من الزيت، وكوباية إلا ربع من الحليب، 5 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وعلبة زبادي، وفانيليا، ورشة من الملح، وكيس بيكنج باودر. هننزل بالبيض في بولة وتكون غويطة وتكون كبيرة، علشان انا هضرب البيض كويس اوي مع السكر لغاية ما يعلى معايا جدا. فخدي بالك ان الحاجة اللي تشتغلي فيها تكون غويطة وكبيرة. وحطيت مع البيض الفانيليا والسكر، وهضرب بالمضرب الكهربائي. النوع ده من الكيكة ما ينفعش في الخلاط، لازم المضرب الكهربائي. وتضربي البيض مع السكر والفانيليا لمدة كده حوالي 10 دقايق، لغاية ما اللون بتاعهم يبقى أبيض جدا، ويبقى لهم فوم عالي قوي، والسمك بتاعها كمان يكون تقيل. البيض مع السكر بقى لونه أبيض جدا. أول ما تلاقيه خلاص تقل معاكي وبقى بالقوام ده، بتلاقيه يعني نازل معاكي كده خيط اهو بالشكل ده، بتروحي موقفة المضرب الكهربائي. خلاص وقفنا المضرب الكهربائي، وهجيب بولة تانية هنزل فيها بالزيت والزبادي والحليب، واقلبهم مع بعض كويس. وانزل بالخليط ده على البيض والسكر، واقلبهم مع بعض كويس، وطبعا يكون في اتجاه واحد. بعد كده هنزل بالدقيق، وطبعا بتنخليه، وانزل بالبيكنج باودر ورشة الملح. الفرن بقى يا جماعة مع الكيكة دي ما بنشغلوش من بداية شغلنا في الكيكة، احنا بنشغله لما بنوقف ضرب البيض والسكر مع بعض. لان لو شغلناه من بداية ضربنا مع البيض والسكر هيبقى المدة كتيرة قوي، هيبقى الفرن سخن جدا. فاول ما تدخلي الكيكة هتعلى معاكي بسرعة وتاخد لون، وتبقى من جوه لسه نية.
فانت برضو خدي بالك ان انت تدخلي الكيك على فرن يكون درجة الحرارة متوسطة، ما يبقاش بارد ولا يبقى سخن جدا، تكون الحرارة نص نص على درجة حرارة 180. وتقلبي الكيكة كويس جدا في اتجاه واحد لغاية ما تتأكدي ان مفيش فيها اي تكتلات خالص. والصينية اللي هتدخل الفرن بتكوني دهنها كويس قوي بالزيت ومبطناها بالدقيق. الصينية دي بتكون مقاس 30، وبتدخليها على الرف اللي في النص. الكيكة دي بتاخد في الفرن 45 دقيقة. أول 30 دقيقة على درجة حرارة 180، وال15 دقيقة الأخيرة بتهدي النار 150 علشان تستوى معاكي كويس من جوه. أول ما تطفي عليها النار ما تخرجهاش على طول من الفرن، بتسيبيها في الفرن كده والباب بتاع الفرن موارب لمدة 10 دقايق. لأن لو طلعت الكيكة على طول من السخن كده للهواء البارد هتهبط معاكي. وتستنى عليها لما تهدى معاكي خالص وبعد كده تقلبيها. على فكرة هي لونها والله احلى من كده بس الكاميرا ظلمها قوي. وتبدأي تقطعيها بجد اسفنجية وهشة بطريقة مش معقولة، وكمان لونها فاتح جدا جدا. اكيد يعني انتوا ملاحظين هي اسفنجية قد ايه ولونها فاتح قد ايه. اتمنى ان طريقة النهاردة تكون نالت اعجابكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لو سمحتوا في اللايك، ونتقابل بإذن الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.